ضد المسابقة يجب أن يستوفي العمل المشارك به الشروط التالية لكي يكون مؤهلا للمشاركة: أن يكون العمل المرشح أصلا لم يسبق نشره أو المشاركة في مسابقات أخرى، وكذلك أن يكون العمل جديد مميز وغير المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية 1830-1962. مجالات المسابقة: البحث التاريخي في فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، مجال الأدب التاريخي، مجال الأعمال السمعية البصرية التاريخية. أما عن ملف المشاركة، طلب المشاركة تشمل عنوان هاتف المشارك، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة وصفية للعامل المشارك به، بيان سيرة ذاتية خاص بالمترشح. أن تقدم الأعمال في نسخة ورقية ونسخة رقمية، قرص مضغوط. بالنسبة لمجالات البحث والتاريخي والأدب التاريخي. أما بالنسبة للأعمال السمعية البصرية والصوت بجودة عالية ومحملة بواسطة قرص مدمج DVD أو USB. يتم تحكيم كافة المشاركات من قبل لجنة مختصة تشمل مؤرخين أدباء ومختصين في مجال السمع البصري. توضع الأعمال وترسل تحت عنوان المسابقة الوطنية، جائزة أول نوفمبر 1954 طبعة 30، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، الكائن يكون مقرها ب 63 شارع انتصار 23 نوفمبر 1836 الأبوير الجزائر. كما يمكن أن توضع الأعمال على مستوى مديريات المجاهدين وذوي الحقوق بالولايات. كذلك فيه ملاحظة: آخر أجل لاستلام الأعمال يكون بتاريخ 9 أكتوبر 2025. مزيد إن شاء الله من التفاصيل عبر أثير إذاعة مستغانم. نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا الطبعة الثالثين للمسابقة الوطنية لجائزة أول نوفمبر 1954. يرحب بكم ندى الأقلام في دعوة عامة، وهذا دعوة عامة للجمعية الوطنية الثقافية كركي الذهبي في الدورة 14 بمساهمة مديرية الثقافة والفنون لولاية مستغانم، كذلك المسرح الجامعي السنجلي لعبد الحليم بمستغانم، وجمعية كارتينا للمسرح بمستغانم، أين تستضيف ندى الأقلام الأستاذ الباحث عبد القادر بن دعماش هذا يوم السبت 26 جويلية 2025 على الساعة 10 صباحا بالمسرح الجامعي السنجلي بن عبد الحليم بمستغانم. كانت هذه أجندتنا الإذاعية قدمناها لكم من الإذاعة الجزائرية محطة مستغانم. ألقاكم بعد هذا الفواصل ضمن شهية طيبة في عددها الجديد.